السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو الجديد على قناة ملتقى التعلم الخاصة بالتسجيلات بكليات والجامعات المغربية. هذه المرة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء تعلن عن مجموعة من الترشيحات لاجتياز مباريات سلك الإجازة الأساسية والمهنية وسلك الماستر والماستر المتخصص. ينهي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية إلى علم الطلبة الراغبين في الترشيح لاجتياز مباريات ولوج سلك الإجازة المهنية، سلك الإجازة الأساسية في العلوم السياسية، سلك الماستر والماستر المتخصص برسم السنة الجامعية 2021-2022. أن الترشيح القبلي عبر موقع الكلية سيمتد من يوم الثلاثاء 17 شتنبر 2021 إلى يوم 19 شتنبر 2021 مع منتصف الليل، وسأترك لكم رابط التسجيل القبلي لكل من يرغب في ذلك. ونكمل الإعلان ونثير انتباه الراغبين في الترشيح لذلك إلى ضرورة الحرص على إدخال المعلومات الخاصة بكل مترشح بالشكل الصحيح تفاديا لإلغاء الترشيح. يعني كل من يريد تقديم ترشيحه يجب كل الحرص على المعلومات بشكل صحيح لتفادي إلغاء الترشيح، لأن كل خطأ سيكلف صاحبه إلغاء ترشيحه وعدم قبوله بأحد هذه التخصصات، سواء بسلك الإجازة المهنية أو سلك الإجازة الأساسية في العلوم السياسية أو سلك الماستر والماستر المتخصص. وأعيد وأذكر، ستجدون رابط التسجيل القبلي الخاص بالترشيح لاجتياز مباريات أحد هذه الأسلاك كما ذكرتها سابقا في صندوق الوصف كما جرت العادة. تحياتي لكم وأتمنى لكم كل التوفيق.